واخيرا يا صاحبي بعد طول انتظار كبير نزلت عملة هامستر على جميع منصات التداول. في الفيديو بتاع النهاردة لو انت ما تعرفش تبيع عملاتك هقول لحضرتك وهقول لك نصيحتي وانت ليك حرية الاختيار. يا مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي متابعة صفحتنا المتخصصة للربح من الانترنت وربح العملات الرقمية المشفرة. اولا كده يا شباب تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا طريقة البيع على منصة باينانس سهلة وبسيطة. هتروح طبعا على منصة باينانس، هتجيب هنا هتلاقي كلمة قوائم جديدة، هتخش عليها هتظهر لك عملة هامستر، هتضغط عليها وهتدوس هنا على كلمة بيع، وهتجيب السهم ده والمؤشر ده لحد الاخر وهتدوس على كلمة بيع هامستر. وبس كده يا صاحبي، كده انت بعت. بالنسبة لمنصة باينانس، الطريقة اللي حضرتك اللي انت شفتها دلوقتي هتنفذها على جميع المنصات زي اوكي اكس او باي بيت. طبعا يا شباب السعر ده اللي احنا شايفينه ما يشجعش حد او ما يشجعش ان انت اصلا تفكر ان انت تروح تبيع. فانا شايف او نصيحتي ان اللي هيروح يبيع اللي معاه اكتر من 20,000 عملة، علشان وقتها مش هيكسب اصلا يعني غير $60 على السعر ده اللي هو 0.06. يكسب $60 على كل 10,000 عملة. ده طبعا ده اللي خد 10,000 عملة. اما بقى يا صاحبي لو انت اقل من كده واخد 500 او واخد 1000، فنصيحتي لحضرتك اوعى تبيع. طالما كده كده خربانة فما تبيعش عملاتك وخليهم زي البيت الواقف لحد ما السعر يوصل لل10 سنت، يعني 0.1، عشان على الاقل تاخد 100 او $200. اقل من كده ما تبيعش يا صاحبي، عشان ما يبقاش وقتك اللي انت طبعا ضاع في بوت هامستر على الفاضي. انا بشتغل على بوتات التليجرام وبسحب وببيع من فترة مش كبيرة، بس باخد ارباح محترمة. انما ما شفتش بوت يعني كسب من المستخدمين ارقام كبيرة جدا عدت $1,000,000 غير بوت هامستر. بالرغم ان البوتات التانية ما كانتش عاملة فيديوهات على اليوتيوب طبعا ومشاهدات، او منزلة العاب طبعا وبتربح من جوجل بلاي. وطبعا الحاجتين دول بس يخلوا اي بوت يطلع ترند ويكسب ارباح جنونية. فبوت هامستر يا صاحبي كسب كتير، بس نصب على المجتمع الكبير بتاعه اللي كان من اكبر المجتمعات التليجرام، وراح ادى الناس ارقام لا يقال عنها غير انها استهزاء بالمجتمع، واللي هو احنا كسبنا وانتوا لا، وعايزك تكمل كمان موسم او 2 او 3 او 10، ما هي ظبطت بقى. نصيحتي يا صاحبي ليك، لو اتلسعت من الموسم الاول وحسيت انك وقتك ضاع على بوت هامستر وفي الاخر ما خدتش ارباح، فتروح تعمل له حظر وتحذفه وتروح تعمل بلاغ على جميع قنوات هامستر، اللي على التليجرام واللي على التويتر واللي على اليوتيوب واللي على الانستجرام بقى والتيك توك. يا جماعة كل السوشيال ميديا دي كانت بتدخل لهم ارقام جنونية. تخيل منذ تأسيس هامستر هو كسب كام؟ بقولك عدى $1,000,000. ده انا اشتغلت على بوت النوت كوين فترة ما تخطيتش الشهر وكنت كسبان منه 6000 جنيه، واعرف ناس كسبت اكتر من كده. ده غير عملة الدوجز، الموضوع كله برضو كان شهر وكسبت منها بتاع 10,000 جنيه. يفرقوا ايه دول غير انهم نزلوا والتوزيع كان بعد فترة قليلة والمكاسب كانت محترمة جدا. انما هامستر طمع وقال اخدها لوحدي واللي يزعل يزعل. فيا ريت يا شباب ما نزعلش وناخد الموضوع ببساطة، وبإذن الله هنتوفق في حاجات كتيرة والله المستعان. انت عم زي عم حاجة زي ما قلت لك، ما تبيعش 0.06 ده، ما تبيعش. خلي العملات معاك، نيمها او نام عليها سيبها براحتها. يوصل معاك ل0.1 امين نبيع، انما اقل من كده يا صاحبي ما تبيعش. خليهم، انت كده كده مش هتخسر حاجة. وبس كده يا صاحبي، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده مع بعض ال1000 لايك. واكتب لنا رأيك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.